بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها من كتاب التوحيد. هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى استمر في ذكر الشركيات التي تنافي أصل التوحيد أو تنافي كمال التوحيد، فاستمر في ذكرهما، فذكر قبلها من تعلق وترا وتعليق الحلق، وذكر الرقية من الأشياء التي يدخل فيها الشرك، إما يكون أكبر أو يكون أصغر. وهنا استمر المصنف رحمه الله تعالى على هذا النهج، فذكر قال: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قبل أن نشرع في بداية هذا الدرس نقول: ما معنى التبرك؟ هذا الباب مقصود به التبرك. التبرك هو طلب البركة وطلب الزيادة والنماء، فطلب البركة بزيادتها ورجائها في جلب نفع أو دفع شر. يعني سواء تعتقد الشخص أنه هو هذا الشيء الذي اعتقدت به أنه يدفع يعني بركة بزيادة الخير، أو اعتقدت فيه أنه بسببه يدفع الشر أو يجلب الخير، فكلاهما يدخل في ذلك المنهي عنه. فالتبرك هو معناه الزيادة وطلب الخير وطلب البركة بزيادتها. التبرك ينقسم إلى قسمين: منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. وقبل أن نشرع في ذكر القسمين لا بد أن نعرف قاعدة: أن التبرك، أن البركة ووجودها في الأشياء مبناها على التوقيف، أن وجود البركة ثبوت البركة ونفي أو نفيها مبني على التوقيف، أي على النص، خاصة في الأشياء التي قد ثبت التبرك بها. سيأتينا الأمثلة على ذلك لما نذكر القسم المشروع. فلا بد أن نعلم قاعدة مهمة في هذا الباب: أن التبرك ليس بابه الاستحسان والهوى، وإنما التوقيف على النص، ما ثبت نصا بأن هذا الشيء يجوز التبرك به ويجوز طلب البركة منه ويجوز اعتقاد فيه البركة فنعتقد به، وما لم يجوز في ذلك فلا يجوز أن نعتقد أو نطلب منه البركة. فهذه قاعدة في باب التبرك. التبرك ينقسم قلنا إلى قسمين: القسم المشروع. القسم المشروع هو ما أثبته النص أو ما جاء فيه النص بأن فيه بركة أو يجوز طلب البركة، اعتقاد البركة فيه، وهو على أنواع. هذا التبرك المشروع الذي ثبت النص فيه على أنواع، فمنه ما يكون تبرك بالأقوال والأفعال والهيئات، تبرك بقول أو بفعل أو بهيئة صفة معينة. مثال للتبرك بالأقوال، مثال للتبرك بالأقوال كقراءة القرآن، فبقراءة القرآن نطلب الأجر من الله عز وجل والبركة بزيادة الأجر، فكل حرف في كتاب الله ماذا؟ بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهذه زيادة وخير وبركة. وهذا تبرك بماذا؟ بالأقوال. وكذلك ذكر الله عز وجل، وما يحصل بذكر الله عز وجل من تكفير للذنوب، فهذه طلب البركة بالأقوال. فنقول نعتقد البركة أي الخير والزيادة ومغفرة الذنوب بهذه الأقوال. وهناك بركة بالأفعال. ما هو الأفعال؟ مثال كطلب العلم، تطلب العلم تريد الخير والبركة برفع الجهل عنك وعن الأقرباء لك وعن أصحابك ونشر الخير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا فيه ماذا؟ تعلم العلم وتعليمه، هذه بركة في الأقوال بالأفعال عفوا. وهناك أيضا
يعني مثال آخر للهيئات، أي الصفة الفعل معين كالاجتماع على الطعام. اجتماع، إذا اجتمع الناس على طعام واحد في صحن واحد ففيه بركة، وقد ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك الله فيه، يبارك الله فيه. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك الله فيه. والحديث في أبو داود في سنن أبي داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا اجتماع على هيئة. فإذا نقول أن الاجتماع على الطعام فيه بركة وخير. فهذه المثال الأول للبركة التي تكون في الأقوال والأفعال والهيئات. ومن البركة المشروعة ما يكون التبرك بالأمكنة. أي نعم، هذا الثاني. نعم، النوع الثاني التبرك بالأمكنة. فهناك من الأمكنة ما جعل الله عز وجل فيها البركة والخير، وقد يعني أذن لنا أن نطلب البركة فيها. مثال على ذلك المساجد، بيوت الله عز وجل، وطلب البركة فيها بمعنى ماذا؟ بالمفهوم الشرعي الذي هو ماذا؟ كالصلاة فيها بالجماعة، وطلب الأجر فيها، والاجتماع والدعاء والتهجد واجتماع في المسجد لطلب العلم عبادة الله عز وجل فيما شرع فيه. فنطلب في المساجد واجتماع الناس على خير، هذا مكان والله عز وجل يعني جعل البركة فيه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم وذكرهم الله في من عنده. هذه كلها بركة. هذه بركة ثابتة. فهذا هو المفهوم البركة الصحيح، هو ما ثبت فيه البركة شرعا، ليس التبرك يعني كما يفهمه الجهال من أن نتمسح بحيطانها أو نأخذ من تربة المسجد أو نتبرك بأجزائه. هذا هو المحذور. هذا هو الذي يخالف النص ويخالف الشرع وهو فيه الشرك، لأنه ماذا؟ إما يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر على التفصيل الذي سنذكره. هذا مثال كالتبرك. كمثال من الأمكنة التي مثال الأمكنة كذلك الحرم، مكة والمدينة كلاهما فيها بركة وخير، بركة الأجر والثواب، بركة العبادة، بركة الحرم لأداء العمرة. هذه كلها نطلب فيها بهذه الأفعال. لما نأتي هذه الأمكنة نطلب البركة والخير والزيادة من الله سبحانه وتعالى. فكلها هذه أماكن قد جعل الله عز وجل فيها البركة. كذلك يعني سكنة، جاء في فضل في سكن المدينة: ومن صبر على حرها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. نعم، فثبت فيه النص لأن فضل سكن المدينة. فهذه أشياء سكنها المكان. لماذا تسكن فيه؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيها فضل، فنطلب البركة بهذه السكنة. فهذا فضل سكنة للمكان. وكذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة خاصة: الله بارك لها في مدها وصاعها، فجعل البركة في طعامهم، طعام أهل المدينة، بأن يبارك الله عز وجل وطعام الواحد يكفي الاثنين. هذه البركة المطلوبة. ومن أمثلة كذلك التبرك بالأزمنة، يعني من النوع الثالث التبرك المشروع ما جاء فيه النص بالجواز التبرك بالأزمنة، أي جعل الله عز وجل أزمنة تمر عليك فيها البركة والخير، كأمثلة كثيرة، كما 10 الأول من ذي الحجة، 10 الأواخر من شهر رمضان، شهر رمضان كاملا، الاثنين والخميس، عاشوراء، صيام يوم عرفة. هذه أزمنة معينة قد جعل الله عز وجل فيها البركة والخير، لأنك إذا اجتهدت فيها بعبادة الله عز وجل يضاعف لك الحسنات ويكفر عنك السيئات، ويكون فيها الأجر العظيم بوقت قليل. يعني صوم مثلا يوم عرفة يكفر الله عز وجل عنك ماذا؟ سنة الماضية كاملة. فاحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. فهذه نص
نعم. طبعا الصغار ذنوب. نعم إذا كان طبعا حسب الحقوق هذه فيها. نعم. أيام البيض. أيام البيض هذه أزمنة زمن في الشهر قد جعل الله عز وجل فيه الفضل العظيم، وجعل الله عز وجل فيه الأجر من الله عز وجل. وكذلك هناك من أنواع البركة المشروعة البركة في الطعام. بعض الأطعمة قد جعل الله عز وجل فيها البركة وثبتت في السنة. هذا النوع الرابع من التبرك المشروع التبرك بماذا؟ ببعض الأطعمة. مثال ما جاء في الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. نعم. وكذلك حديث غلط انك تسميها حبة البركة. حبة السوداء. طبعا انا اسميها حبة السوداء. الناس كل الناس حبة اكثر ناس الحين يسمون حبة البركة. لأن مو صحيح. نعم. لأن هي يقولون هذا الكلام لأن شيء لأن جاء فيها بركة بالشفاء. لكن الله عز وجل قد جعل فيها الشفاء. أي نعم. فيعتقد بأن الله عز وجل جعلها سببا للشفاء. نعم. ولو شاء الله عز وجل سلب منها هذا الشيء ولم يؤثر لك ولم ينفعك. صحيح. نعم. وهذا طبعا هذه القاعدة ماشية على كل الأدوية التي تستعمل المباحة. كذلك زيت الزيتون قد جاء فيه حديث زيت الزيتون شجرة مباركة. نعم. كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذه من الأطعمة كمثال ماء زمزم قد جاء فيه ماذا؟ حديث طعام وطعم وشفاء سقم. ماء زمزم لما شرب له. فهذا كلها من البركة التي نطلبها. نطلب تحقيق ما نريد، نطلب الأجر، نطلب تمحيص الذنوب. هذه كلها من الأطعمة التي قد جاء النص فيها كأمثلة. كذلك جاء يعني النوع الذي بعده النوع الخامس يعتبر الخامس التبرك جاءت بعض الحيوانات قد جاءت فيها البركة نصا كالخيل. قال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ليس المقصود بها أن نتمسح بالخيل ولا نطلب فيها ماذا؟ السلام ورحمة الله. يعني نتمسح بها ونرى أنها إذا مشت بمكان بركة ومن حكي هذا. لا، إنما نعتقد أنها فيها الخير. إذا الإنسان يعني قصد فيها عمل معين، قصد فيها سفر، جهاد، قصد فيها سباق. يعني حين التبرك بالخير شو نقول؟ يعني مثال كركوبها والاستفادة منها ويعني بالنفع التي قد جاء فيها، ليس التمسك بذاتها. أين باستعمالها في شيء المباح كالجهاد في سبيل الله، كالسباق وغير ذلك. هاي أشياء نرى أن الخير فيها بركة. الخير إلى يوم القيامة، أي الخير مربوط فيها. جعل الله عز وجل فيها الخير إلى يوم القيامة. والحديث في البخاري. والأشجار كذلك، من الأشجار من النباتات اللي جاء فيها البركة النخل. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. والحديث في البخاري. يعني بركة المقصودة يعني الخير الذي تثمره هذه النخلة كالمسلم الذي يجتهد في دينه ويدعو إلى الله عز وجل ويعلم الناس فثمرته تنتشر. فهذه يعني هذا المقصود بالبركة. فهذه نصوص هذا النص يعني من الأمثلة للأشياء التي جاء النص فيها في ثبوت ماذا؟ البركة. أما البركة الممنوعة القسم الثاني، القسم الممنوع من التبرك. القسم الممنوع من التبرك هو عكس ذلك تماما، وهو ما لم يثبت به الشرع أن فيه بركة، أو اعتقاد، أو هو ما لم يثبت به الشرع أن فيه بركة. وهذا القسم الثاني ممنوع. لماذا؟ لأنه يدخل في ماذا؟ في الشرك بالله عز وجل من ناحيتين. إما أن يكون شركا أصغر إذا اعتقدت أن هذا الشيء مجرد سبب وهو ليس بسبب، اعتقدت أنه سبب وهو ليس بسبب، أن فيه مثلا شفاء أو غير ذلك.
كمن يعتقد بالأولياء ويعتقد بماذا؟ بذاتهم بذواتهم، وليس بدعاء ولا بعمل صالح ولا غير ذلك، ملابسهم بكذا. أو يكون شركا أكبر إذا اعتقدت في ذات الشيء الذي اعتقدت فيه الضر والنفع من دون الله عز وجل، فهذا قد دخلت في ماذا؟ الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وأما أو يعني مثلا بعض الأمكنة التي اعتقدوا فيها أنه جلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كمن يعتقد في مثلا في مسجد قباء مبرك الناقة، ما جاء مكان مطلوب عليه حوض أزاله الحمد لله، كان يعتقد كان جن صوفية يتمسحون في هذا المكان، لكن المرأة أزالوا المكان تماما وبني فيه عمود وخلص نسي. لماذا؟ كان يعتقدون أن هذا المكان فيه بركة لأن هذا مبرك الناقة. وكان يعتقدون بعض الأماكن نزلت فيها الآيات كانوا يتبركون فيها. فهذا من الأشياء الشركية، لأن هذا شرك. إن اعتقدت أنها فيه بركة ليس فيه بركة من حيث الشرع، فهو قد انتقلت أنه سبب، فهذا شرك أصغر. وإن اعتقدت في ذاته بهذا الفعل الضر والنفع فهو شرك أكبر. طيب، وين استدلوا بعضهم فعل ابن عمر. ابن عمر أن كان ابن عمر يعني الجدعة اللي كان يتكي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت من بعض النبي صلى الله عليه وسلم بينه ويتحرى السفر مكان. أيوة، هذا الفعل نقول هذا الفعل حديث فعل ابن عمر. أولا نقول لو كان هذا الأمر اتخذ عبادة يتقرب بها الله عز وجل من عند الصحابة لسبقونا إليه. لكان الصحابة أشد الناس متابعة، لنقل عنا ليس عن ابن عمر، لنقل عن عامة الصحابة لأنهم سباقين إلى الخير ما يتركونه. هذا من حيث العموم. ثانيا نقول ما هي الأفعال التي كان يفعلها ابن عمر؟ هل كان يتمسح بهذه الجمادات ويطلب منها البركة؟ هل كان يتمسح بهذه الأرض أو الذي جلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو يفعل الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الاقتداء به؟ من شدة اقتداء ابن عمر بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل أفعال، حتى الأفعال التي ليست هي من ماذا؟ من العبادات والسنن. يعني قد تكون من خلقية، من هنا. نعم، من شدة كان يتابع حتى بأماكنه وأفعاله، ليس بذوات المكان. شدة التأسي، من شدة التأسي ابن عمر. وخالفه الصحابة لم يتابع. إذا قلنا لو كان هذا الأمر اتخذ عبادة لكان الصحابة مع شدة حرصهم على نعم. بس في سؤال. نعم. رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. شنو ورد عن ابن عمر فيها؟ إنه كان يمسكها في الخطبة بس هذا اللي ورد فيها، إنه كان يتكي عليها. طبعا الحين لم يبقى شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبقى شيء الآن. اللي بتركي هذا الله أعلم، ما عنده عن صحته. يقول لك آنية حتى ما جاء من الصحابة أنهم كانوا يتبركون بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك في حياته. صح. ذلك في حياته، لكن بعد مماته انتهى خلاص. ثبت عند أحد زوجاته إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا، إلا أن الله عز وجل اصطفاه بالرسالة بأنه رسول من عند الله عز وجل. نعم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلما مات ما يجوز أن نتبرك بأشيائه. طب لم يجد ما في شيء من آثار النبي في زماننا هذا حتى ما أذكر ثبت، لكن هم مشكلة يعتقدون بأشياء بردة ويعتقدون أنه سيف وأشياء الله أعلم بها، ما ندري من جابوها. يعني تجدها. أذكر عند أم سلمة اعترض أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عندها ماء فيه من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. زد عليه ماء يستشفي به الناس، لكن راح انتهى الزمان هذا. نعم. حتى المنبر ذكر شيخ الإسلام ما قاعد ما بقي شيء الآن نتكلم في هذا الزمان ما بقي شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي شيء، لأن الآثار ما تضر ولا تنفع. صح. ما فيها زيادة، لكنهم مشكلة يعتقدون فيها، يعتقدون في الجمادات من ضعف التوحيد، من ضعف التوحيد بالله عز وجل. نعم. فهذا هو قلنا الممنوع. فما دون ذلك، فمن ذهب إلى الجمادات وما ثبت فيها ذهب إلى المسجد وطلب البركة بالتمسح والتربة وغيرها، فنقول دخلت في الشرك. في شغله نعم. الحجر الأسود. نعم. ثبت في بركة. ثبت حديث
حديث عمر إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو أني رأيت لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل لما فعلت. قبلك ما قبلت ما قبلك، يعني ما، فهذا من شدة اقتدائهم أنه شدة اقتداء أن ما فعلوا هذا إلا لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فعله، ولو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما فعله الصحابة. لكن مش يعتقدون في ذات الحجر أن فيه بركة، ولكن هذه أماكن تعبدية وفيها ماذا؟ شدة الامتثال وشدة التوحيد. لذلك خاصة الحج فيه أفعال يعني من أعظم ظهور مظاهر التوحيد في دين الإسلام في الحج. تفعل أفعال لا تعقل لها معنى إلا أنك تفعلها تعبد لله وحده. رمي الحجر، عدد الأحجار، الصفة، المبيت في مزدلفة، بيت في منى، أفعال ماذا؟ بس تعبد لله عز وجل لا أكثر من ذلك. نعم. ثم يعني المشكلة أن ما وقع الجهل في باب يعني التبرك الذي يسمونه تبرك هو شرك، يعني يذهبون إلى الصالحين من عباد الله عز وجل إن كانوا فعلا صالحين فيتمسحون بهم. هذا ليست بركة، هذا الآن شرك بالله عز وجل. اعتقد في ذاته الضر والنفع وأنه سبب في ذلك، أو اعتقد في ذاته، فأنت بين أصغر وأكبر. فأنت لم تفعل التبرك المشروع. التبرك في مجالس العلم بالسماع لهم والطلب العلم عليهم والاستفادة من علمهم، هذا هو التبرك المشروع، أنك تطلب منهم الأجر والعلم الذي عندهم. وخير العلوم العلم الشرعي، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه البركة المرجوة من العالم، ليس التمسح بذاته ولا بآثاره ولا غير ذلك. لذلك من أسباب انتشار التبرك هو ماذا؟ الجهل بدين الله عز وجل والغلو في التعظيم. الجهل في الدين والغلو في التعظيم، من شدة تقديسهم للأشخاص إلى درجة أن أخرجوهم من صيغة الإنسانية ومن طبيعة أنهم بشر إلى أنهم لهم وضع خاص عند الله عز وجل. نعم. ويفضلون الأولياء على الأنبياء. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، في سورة النجم: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، أي قسمة ظالمة، قسمة غير صحيحة، قسمة فاسدة. هذه الأصنام كانت من أشد الأصنام التي أو أشهر الأصنام التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. فكان العزى لأهل مكة، وكان مناة لأهل المدينة، وكان اللات لأهل الطائف. فهؤلاء كان من أعظم ذكر الله عز وجل خصهم بالقرآن بذكر هذه الآلهة لأنها تعبد من دون الله عز وجل. طبعا وجه المناسبة في هذه الآية لباب البركة، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: من اعتقدتم الخير والضر والنفع والبركة والزيادة بهؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله عز وجل، هل نفعوكم؟ هل كشفوا عنكم ضر؟ هل أتوا لكم نفع؟ أم هم جمادات لا يضرون ولا ينفعون؟ هذا وجه ماذا؟ هذا وجه الرابط بين هذه الآية وبين الباب من طلب البركة. يقول يا محمد لهؤلاء: أفرأيتم، يعني هؤلاء اللي تعبدونهم من دون الله، هؤلاء الآلهة التي عظمتموها من دون الله، هل أضرت؟ هل نفعت؟ أم هي قسمة ظالمة فاسدة ضارة ضرتكم في دينكم ودنياكم؟ ثم قال: حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. استعظم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطلب مع أنهم لم يطلبوا أن يعبدوها من دون الله عز وجل، وإنما مجرد أنهم طلبوا أن يكون مثلهم بطلب البركة والخير كما يعتقدون. لم عرفوا دخلوا في الإسلام، لكن لما كانوا حدثاء عهد بالكفر قالوا هذه المقولة. فقال أقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى
اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث فيه أمور. أولا إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على أمر الشرك سواء كان صغيرا أم كبيرا، ولم يعذر فيه ماذا؟ سواء كان إنسان جاهل أو غير جاهل، وإنما أقسم النبي عليه الصلاة والسلام وشبه قولهم بقول ماذا؟ بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، فشبههم بالشرك الأكبر مع أنهم لم يطلبوا عبادتهم، إنما طلبوا اعتقاد البركة فيهم، وظنوا أن ذلك هم بحسن نية، لذلك ثبت أنهم ماذا؟ تابوا وتركوا هذا القول. لذا قال حدثاء عهد، قالوا حدثاء عهد يعني كأنهم يعتذرون لأنفسهم أنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول قال ماذا؟ قال ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني إسلامنا كان جديد، فلذلك خفي علينا بعض الأشياء. لذلك من الأمور التي ينبغي التنبه لها، وهو أن بعض من يقول ما عندكم غير التوحيد، ما عندكم غير التوحيد، ما عندكم غير التوحيد، نقول هؤلاء وهم خير الصحابة، وهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أهل بلاغة في اللغة ويفقهون ما يقولون، خفي عليهم هنا التوحيد، خفي عنهم ظنوا أن هذا الفعل ليس فيه شيء. شجرة يقال لها ذات أنواط كانوا يعلقون عليها الأسلحة، يظنون أن فيها بركة، فاعتقدوا أن قال مثل هذا الفعل لا نريد شيء. فالمسلمين يقولون يريدون أن يتعلقوا بالله الواحد القهار، هو الضار وهو النافع. نعم. فهذا الحديث فيه يعني هذه المسألة المراد. وأيضا يعني فعل أهل الجاهلية عند ذات الأنواط الذي هذه الأشياء الشجرة وغيرها التي يعقدون فيها الضر والنفع سواء شجرة أو غيرها، كانوا يعظمونها، كانوا يعكفون عندها، كانوا ماذا؟ يتبركون بها. هذه اللي كانوا يفعلونها أهل الجاهلية. حدثاء عهد الصحابة لم يطلبوا إلا البركة، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك أمر التوحيد ونبه عليه وأنكر عليهم هذا القول حتى يرجعوا ويتوبوا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل تفسير آية النجم، وهي قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى، وكذلك معرفة صورة الأمر اللي طلبوا ماذا؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. كونهم لم يفعلوا لأنهم لما نهاهم عليه الصلاة والسلام أطاعوا الله ورسوله، ما عندهم أي أمر، وتركوا قولهم واعتذروا لقولهم بأنهم حدثاء عهد بكفر. المسألة الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله عز وجل بذلك لظنهم أنه يحبه، لأنهم لا يطلبون إلا ما يرضي الله عز وجل، ظنوا أن بفعلهم هذا من هذا الطلب أنه، لكن حسن ظنهم لا يعذرهم ماذا؟ بالوقوع بالشرك. أنهم المسألة الخامسة أنه إذا جاهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، كما قد ذكرنا إذا كان أعلم الناس باللغة وهم فصحاء فذلك حذر وقعوا في ذلك، فكيف بنا نحن؟ فكذلك أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني هؤلاء الصحابة لهم فضل صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لهم فضل دخولهم في الغزوات، لهم فضل ماذا؟ السابقة في الإسلام، مع ذلك لهم مغفرة، مع ذلك رضا الله عز وجل عنهم، مع ذلك لم يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل طلبهم بالتوبة والمغفرة ويرجعون، وحذرهم من ذلك وشبه قولهم بقول ماذا؟ من طلبوا الآلهة تعبد من دون الله عز وجل. طبعا هذه مسألة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة السابعة لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر، وهي كلمة تعظيم لكلامهم، إنها السنن أي السنن أي هذه الأمور ستحدث لا تقوم الساعة كما قال عز وجل حتى يعبدوا فئة من أمتي الأوثان، أي ستعبدون من دون الله عز وجل. سلامة الله سلام من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. والمسألة الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قال موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، ولم ينظر أي أنهم سموها أنواط ولم يقولوا أنها آلهة، وإنما فقط طلبوا البركة، وذلك لم يعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القول. المسألة التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أن نفي هذا من معنى نفي هذا الفعل من الشرك من تحقيق معنى لا إله إلا الله، وأنه حلف عليه الصلاة والسلام
على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة لعظم الأمر، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. النبي عليه الصلاة والسلام ما يحلف على أي شيء، لكن لعظم هذا الفعل غلظ النبي عليه الصلاة والسلام وحلف عليه. ثم مسألة 11 أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا القول. يعني قد يكون هذا الشرك أكبر، وقد يكون يعني هذا طلب البركة شرك ماذا؟ أصغر. وقولهم ونحن حدثاء عهد كفر، في أن غيرهم لا يجهل ذلك، أنه ينبغي فيه فائدة عند إرادة فعل أو قول معين أن يقدم فائدة ذكرها العلم، أن من فوائد هذا اللفظ أن الإنسان لما يريد أن يقول أمر وهو فيه نوع شبهة كأنه وقع في خطأ، أن يقدم الاعتذار على الفعل حتى لا يظن به سوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة معه زوجته قال إنها صفية، يعني قدم العذر حتى يعلم، حتى تزول الشبهة وتزول يعني مداخل الشيطان وساوسه، فقدم العذر. فقالوا هم قالوا لما يدرون أن هذا الفعل الشرك، لما علموا ذلك قالوا ماذا؟ قالوا إن حدثاء عهد بالكفر، يعني الذي جعلنا نقع في هذا الخطأ أننا حدثاء عهد بالكفر. هذا حديث أبو واقد الليثي. نعم. التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، وهذا قد ثبت في السنة من النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر إذا تعجب لشيء. وسد الذراع أي الطرق الموصلة إلى الشيء، يعني لا ننكر الشيء نفسه لأنه شرك، وإنما حتى الطرق والوسائل التي توصل إليه، لأن الشيطان حاضر ويجري من آدم مجرى الدم، وأسرع شيء ينشره ماذا؟ هو الكفر بالله عز وجل، لأن مجرد أن يغفل الناس عن التوحيد تجد الشرك انتشر. يعلق الناس يظن أن اعتقادهم في هذا المكان أن فيه بركة فقط ولا يعبد من دون الله، لكن مع الزمان تجدهم نسأل الله عز وجل وصرفوا قلوبهم وعبادهم لهذا الجماد. الغضب عند التعليم، هذا يعني إذا اقتضت المصلحة. نعم. القاعدة الكلية لقوله إنها السنن أي الطرق، وأن هذه الأمة ستسلك طريق من كان قبلها، والشرك سيقع في هذه الأمة. نعم. وأن المسألة 12 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، ووقع الآن في زماننا وقع عبادة غير الله عز وجل. والمسألة 19 أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا، أي معنى هذا أي كل ما نهي من فعلهم، لأن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يخالف شريعة، ما لم يخالف شريعتنا، لكن ما ذم من فعلهم من أفعالهم التي كانوا يفعلونها من اليهود والنصارى من الجهل نصارى أو عدم العمل بالعلم، الأشياء اللي ذكر الله عز وجل لنا فهي لنا كذلك. يعني ما ذكر الله من صفات اليهود فهي للتحذير أن نقع مثل هذا الفعل. المسألة 20 أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فيه إخبار بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا آلهة. هذه مسألة يريد أن يشير إلى أمر، وهو أن كما اعتقدنا في مسائل القبر على التوقيف تماما لا نعلم فيه شيء، فكذلك أمر اعتقاد البركة في الأشياء مبناه على التوقيف كمسائل القبر، وهي مسائل الغيبية. مسألة 21 أنها سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، أي لا فرق بينهم. وأن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أنه قد يقع في القلب شيء من سابق، لذلك يجب الإنسان دائما يجتهد بالعلم حتى يدحض هذا الجهل. وصلى الله على نبينا محمد.